السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. طبعا يا جماعة انا كنت عملت لكم فيديوهات من سنين عن التكييف ده. الحمد لله لسه شغال معايا وبدون اي مشاكل. عايز اتكلم في فيديو النهاردة عن الفاتورة بتاعة الكهرباء. في ناس كتير متصورة ان التكييف بيستهلك كتير جدا من الفاتورة بتاعة الكهرباء. ده كلام طبعا صحيح، ولكن للاستخدام المفرط. انما انت لو عايز تجيبه بحيث ان حضرتك تلطف الجو وتعرف تنام، او على الاقل خالص انك تعرف تقعد حتى، او يجيب لك نسمة هواء بارد عشان الحر، وبعد كده تقدر ان انت لو شغلته مروحة مش هتحس بالحر زي ما يكون مثلا ما عندكش تكييف. يعني لما يبقى عندك مروحة بس، المروحة تجيب لك هواء سخن، علي المروحة، حط كمان مروحة، مفيش فايدة، برضو انت حاسس بالحر. فطبعا انك تجيب تكييف دي هتبقى فكرة كويسة جدا، ومش هتكلفك كتير زي ما انت فاكر، او انا حتى كنت فاكر. انا اول ما جبت التكييف ده كنت شغال على الممارسة لحد ما اجيب عداد، فما كنتش عارف يعني احسب الكهرباء بتاعته بالظبط. ولكن بعد ما ركبت العداد للشهر التاني او التالت على التوالي، لقيت ان مفيش فرق كبير ولا تكلفة فاتورة عالية، بل بالعكس انا وفرت فلوس عكس ما كنت بدفع في الممارسة. طب ازاي الكلام ده؟ هقول لكم. آه، انك تشغل التكييف على طول متواصل، او تظبطه مثلا على 20 او 23، فهو هيبرد لك الأوضة بزيادة. انت مش محتاج البرودة دي كلها ان انت تقعد فيها. انت كل اللي محتاجه شوية هواء ساقعين، بحيث ان الجو يرطب في الأوضة، فانت تشم هواء ما يكونش سخن. وعشان تعمل كده تظبط التكييف على 30. طب هتظبطه على 30 ازاي؟ طبعا الريموت بتاع التكييف اخره 28، عشان تظبط من الريموت اخره 28. لكن لو انت معاك هاتف شاومي بيكون فيه ميزة الريموت، وهوريها لكم بس في اخر الفيديو ازاي يعني تشغل الميزة دي وتظبط التكييف على 30 عشان توفر في الكهرباء. انك تظبط التكييف على 30. طبعا هو اصلا مش يعني مش هيخلي لك درجة الحرارة على 30، هو هينزل درجتين عن 30، هيخلي لك 28. ليه بقى؟ لان زي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهات قديمة، ان الهواء في اعلى الغرفة بيكون ساخن، والهواء في اسفل الغرفة بيكون بارد. يعني دلوقتي هنا مثلا درجة الحرارة ورقية 28، لكن لو نزلت تحت هتبص تلاقي درجة الحرارة 25 26. فانت لما بتظبط على 30 هو كده كده ما بيفصلش على 30، بيفصل اقل شويه درجتين او درجه. هيفصل لك مثلا على 28 او 29. ولو تعمل بقى معاه وضع السكون، لو انت مشغله بالليل، فهيبتدي ان هو يشتغل حاجه بسيطه خالص. خدت بالك؟ هتيجي تلاقي نفسك اخر الشهر دافع الفاتوره بتاعت الكهرباء يعني كلها. لو استخدامك في العادي مثلا كنت بتستخدم 100 جنيه، فانت هتستخدم مع التكييف 50 جنيه، 100 جنيه كمان، يعني كل الحكايه تدفع 200 جنيه. انا استخدامي يعني بالتكييف بكله والله العظيم ما بكدب عليكم، يعني 100 جنيه في الشهر بدفع. يعني حطيت 100 جنيه في العداد كفتني الشهر كله، او على الاقل خالص 25 يوم. فانا مش محتاج ان انا اشحن مثلا ب 200 و300 و400 والكلام ده. امتى هتشحن المبالغ دي؟ لو انت شغلت التكييف على 20 22 25 وفضلت مشغله ليل ونهار، انت هتدفع لك بقى ولا 500 600 جنيه في الشهر. انما لو ظبطت التكييف على 30 هيديك اللي انت عايزه، هيبرد لك الاوضه. وممكن بعد كده، بعد شويه، بعد نص ساعه، بعد ساعه، انك تقلب التكييف على مروحه وتسيبه. واهم حاجه تشغل وضع التأرجح ده عشان يقلب لك الهواء في الاوضه. وبكده انت هتوفر في التكييف وهتعيش في جو كويس وصحي. على فكرة انك تشغل التكييف مستمر وتقعد فيه ليل ونهار هيبوظ مفاصلك، هيبوظ عظمك، هيسحب لانه بيسحب الرطوبة من الجو، وهيسحب المية من عينيك. ما هو الرطوبة دي يعني مية،
هيسحب الميه من عينيك، وعينيك هتجف وهيحصل فيها مشاكل. احنا كل اللي عايزينه من التكييف انه يجيب شوية هواء بارد يكسر الرطوبة اللي في الأوضة ويكسر الحرارة الشديدة. فعشان كده كل الناس اللي عايزة تجيب تكييف وخايفة من الكهرباء، ما تخافش وهات وتوكل على الله. انت لو كنت سمعت كلامي وجبته من سنتين تلاتة كنت جبته ب5000 جنيه. النهاردة التكييف ده 1.5 حصان عامل زي 20 ألف جنيه فريش. ماركة فريش ماركة كويسة جدا، ما اشتكتش منها الحمد لله. شكرا لكم على المشاهدة، وانتظروني في فيديوهات جديدة ان شاء الله. واي تعليق او اي سؤال محتاجينه لو اقدر ارد عليه او عندي اجابته هجاوب عليكم في التعليقات. اهو يا جماعة بالنسبة للتطبيق بتاع الريموت بتاع التليفون ده هاتف شاومي. هنختار كلمة ريموت زي ما حضراتكم شايفين. طبعا في انواع للتكييف، انت شوف النوع التكييف بتاعك ايه، وهتيجي هنا على القائمة بتاعت الزائد دي وتختار المكيفات او مكيف هواء دي، تمام، وتختار الماركة بتاعتك هنا. في ماركات شبيهة لبعضها، يعني مثلا التكييف اللي انا بشتغل بيه تكييف فريش بيشتغل على ميديا. يعني لو ضغطت على ميديا وجيت هنا شغلت التكييف هيشغل معايا، خدت بالكم؟ فبتعمل له اضافه بعد ما بتشغل، بتعمل له اضافه يعني تكييف ميديا اهو. هبتدي ان انا اشغل، هيقول لك الجهاز يستجيب، اقول له نعم وايقاف ونعم. وبعد كده بقى تختار مثلا غرفه نوم وهيتسجل معاك او هيثبت معاك البرنامج. طبعا اهو انت بتختار من هنا الوضع اللي انت عايزه، وضع الرطوبة، وضع التبريد زي ما انت شايف، وبتتحكم في درجة الحرارة زي ما انت شايف اهو كده. تعلي لحد 30. طبعا الريموت العادي ما فيهوش الكلام ده، لكن التكييف بيوصل معانا لدرجة 30، برغم ان الريموت بتاعه اصلا اخره 28، بس هو بيقرا على اللوحة 30 بس. وكده تبقى وفرت كهرباء و استمتعت بجو كويس. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.